السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش الخطير ده. انسي اي طريقة عملتي بيها جلاش قبل كده، هتعملي النهاردة جلاش بطريقة سهلة جدا. اقل من دقيقتين بالظبط هتحضري الجلاش. طريقته سهلة جدا، يعني من غير ما نورج الجلاش نعمل ورقة وورقة ونحط بينها سمنة طبقات زي ما انتوا عارفين الطريقة التقليدية. لا، انسي الطريقه دي، هتعمليه بطريقه سهله جدا وهيطلع معاكي مورج وهيطلع معاكي زي الفل وبالمنظر الخطير اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. لو حابين تعملوه ساده او حابين تعملوه محشي بتعملوه بالطريقه السهله والبسيطه جدا اللي هتشوفوها معانا في الفيديو. شايفين بسم الله ما شاء الله طالع خطير ازاي؟ تحفه بصراحه. شايفين ولونه وطعمه تحفه. شايفين طالع مورج ازاي، طبقه وطبقه كده كأنك عامله بين الطبقات سمنه بالظبط. شايفين؟ والجلاش كده طري من جوه ومن بره مجرمش وطعمه تحفه بصراحه. وكمان مش هياخد معاكي وقت خالص، يعني اقل من دقيقتين بالظبط هتحضريه وتدخليه الفرن. شايفين مفرغ ازاي وطبقات بين بعضها كده هش وحلو ازاي. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف حضرناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحضرها طبعا الشربات بتاع الجلاش. هتحضري كوبايه ميه وكوبايه ونص سكر. انت لو حباه تقيل، لو حباه خفيف يبقى كوبايتين ميه وكوبايتين سكر. هنا عندي لفه الجلاش من غير اي تعجيد ولا اي لخبطه خالص. زي ما انتم شايفين دهنت الصاج معايا سمنه بس، مش هتعب نفسي خالص. اول حاجه هعملها هاخد كده تحت، لو عندك وش الجلاش او اول ورقتين كده مقطوعين، انت بس حاولي تظبطي الجعر الجلاش من تحت، تحطي الورقتين سلام، ما تحطيش حاجه مقطوعه، حطي سلام زي ما انت شايفه كده، وظبطي على حرف الصاج كده زي ما انت شايفه او الصينيه بالطريقه السهله والبسيطه دي. وهتنزلي بالجلاش كله مره واحده. انت هتظبطي بس لو في حاجه مقطوعه هتخليها في النص. انا نزلت كده بالجلاش كله مره واحده زي ما انتم شايفين كده. شايفين مفيش اسهل من كده طريقه. هحاول بس اظبط الحروف بتاعته كويس كده علشان ما تنشفش مني، وهحاول اخلي برضو الطبقه اللي فوق مظبوطه وما اخليش فيها حاجه مقطوعه. انا حاسه كده ان الطبقه اللي فوق الورقه بتاعتها مش كويسه، فهحاول اظبطها كده علشان يطلع معايا شكله كويس في الاخر يعني. هظبط كده الحروف وهحط على الوش كده اخلي اللي فوق مش مقطوعين، يعني لو في واحده مقطوعه ولا حاجه خليها في النص عشان ما تظهرش معايا برضو. زي ما انتم شايفين كده. شايفين احنا كده خلصنا، يعني هو كده خلص يعني من غير اي تعب ومن غير اي تعجين. زي ما انتم شايفين كده بالطريقه السهله والبسيطه دي. هجيب سكينه وهقطعها الحجم اللي انا عايزاه. وطبعا الشربات على النار بيفضل 10 دقايق بالظبط او 12 دقيقة على النار. اول ما يغلي غلوتين هنزل بعصرة ليمونة وشوية فانيليا وخليه يبرد عادي. لو حبيتي يعني الشربات بتاعه ما يكونش بارد عادي، هو ممكن تحطيه وهو سخن، بس ما يفضلش يكون سخن خالص يعني. زي ما انتم شايفين كده عندي نص كوبايه من السمنه، هحط عليها ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض كده كويس، وهنزل على الجلاش بالسمنه. وكده وصفتنا خلصت. شايفين مفيش اسهل ولا اسرع من كده. وطبعا الفرن شغال من فوق ومن تحت على درجة حرارة 170. هسيبه لمدة ربع ساعة هيطلع معاكي بالمنظر الحلو اللي انت شفتيه ده. جربوه بالطريقة دي هيطلع معاكي زي الفل، وما تخافيش هيطلع معاكي مورج وهيطلع معاكي زي الفل وجعره زي وشه زي ما انتوا شفتوا بالطريقة الحلوة دي. شايفين اسهل طريقة جلاش هتعمليها في الدنيا، يعني مفيش اسهل من كده. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده هلف الصاج كده لفه واتنين لحد ما اتاكد ان السمنه دخلت في الفواصل. ولو حابه تحشيه بتحشيه اي حشوه. هتقسمي لفه الجلاش على نصين، هتحط النص الاولاني تحت وتحط الحشوه اللي انت حباها والنص التاني فوق، وبرده هتقطعيها بنفس الطريقه دي وهتنزلي عليها بالسمنه على طول.
كده شكله بعد ما قعد ربع ساعة في الفرن. هنزل عليه بالشربات على طول بالطريقة دي، وهسيبه لمدة دقيقتين لحد ما احس ان الجلاش شرب الشربات كله. هيطلع معاكي زي الفل، وهتقدميه باي طريقة حابة تقدميه بيها. ممكن تحطي على وشه اي مكسرات حابة تزيني بيها الجلاش بالطريقة السهلة والبسيطة دي. شايفين؟ انا هسيبه كده دقيقتين بالظبط لحد ما احس ان الشربات خلاص اختفى خالص، وبقدمه زي ما انتوا شفتوا كده. شايفين شكله؟ خلاص الشربات خلاص اختفى خالص. اتمنى من حبايب قلبي جربوا الوصفه دي، ان شاء الله هتعجبكم، سهله جدا مفيش اسهل من كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.